حلقتنا النهارده عن البحر الأحمر، وهنعرف فيها كل المعلومات اللي بتتعلق به من نشأته وسبب التسمية وأهميته الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والسياحية. فعلى السريع خلينا نبدأ. في البداية البحر الأحمر ليه أكثر من اسم، زي البحر الأحمر، بحر القلزم، بحر الحبشة، بحر الجنوب، سينوس أرابيكوس، يام صوف. وهو بيعتبر مدخل المحيط الهندي عند مضيق باب المندب وخليج عدن، بيحده من الشمال شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة وخليج السويس. وهو واحد من المحميات البيئية اللي حددها الصندوق العالمي للحياة البرية واللي عددها 200 محمية. والبحر الأحمر بيقع بين الجزيرة العربية شرقا وأفريقيا غربا، وهو عبارة عن أخدود ماء متطاول ضيق بيمتد بانحناء نحو الغرب، بداية من خليج عدن جنوبا لشبه جزيرة سيناء شمالا، وعند سيناء بيتفرع لخليج العقبة شرقا وخليج السويس غربا. وبتتراوح مساحة البحر الأحمر ما بين 438 و 450 ألف كيلومتر مربع، وهو بيتميز بضحالة نسبية عند أطرافه، وأعمق نقطة في البحر الأحمر حوالي 3000 متر، ومتوسط عمقه حوالي 500 متر، وطوله من جنوب سيناء لمضيق باب المندب حوالي 1930 كيلومتر. وبيختلف عرض البحر الأحمر من مكان للتاني، وأقصى اتساع ليه في الجزء الشمالي حوالي 180 ألف كيلومتر، وأقصى اتساع ليه عند النقطة 16 من خط العرض حوالي 370 ألف كيلومتر. وبيبدأ في التناقص لو اتجهنا للجنوب، وأضيق نقطة فيه عند مضيق باب المندب واللي بيكون عندها عرض البحر 30 كيلومتر فقط. وبيطل على البحر الأحمر 9 دول، واللي هم السودان ومصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي والصومال وإريتريا، وكان محتل للأرض الفلسطينية. والبحر الأحمر واحد من أهم طرق الملاحة الرئيسية في العالم، لأنه بيربط بين 3 قارات واللي هم آسيا وأفريقيا وأوروبا. والبحر الأحمر بيقع ضمن الصدع السوري الأفريقي الكبير، والمعروف بالأخدود الأفريقي الكبير، واللي بيمتد شمالا عبر وادي الأردن والبحر الميت وسوريا، وجنوبا عبر إثيوبيا وكينيا وتنزانيا. وتشكل البحر الأحمر لما تعزلت شبه الجزيرة العربية عن أفريقيا بسبب حركة الصدع الموجود في البحر الأحمر، وبدأ تكون البحر الأحمر في العصر الأيوسيني، وزاد في العصر الأولوجيسيني. والبحر الأحمر في طريقه للاتساع، لأنه يقال أنه يصبح محيط يوما ما، لأنه بيتم اعتباره محيط في مرحلة التوسع في حال مقارنة عمر البحر الأحمر بعمر الأرض. وبالتالي بيتم اعتبار البحر الأحمر من المسطحات المائية حديثة التكوين، لأنه بدأ بالتشكل بسبب الحركة التكتونية التباعدية اللي حدثت في العصر الميوسيني من 55 مليون سنة، واللي تسببت في انفصال شبه الجزيرة العربية عن قارة أفريقيا. ومن بعدها الحركة التصدعية تسارعت في العصر الأولوجيسيني قبل نحو 30 مليون سنة، وفيها تشكل خليج السويس، ومن حوالي 4 مليون سنة اتشكل خليج العقبة والجزء الجنوبي من البحر الأحمر. وفي استعراضنا لأسماء البحر الأحمر وسبب التسمية، بعض العلماء العصريين قالوا إن تسمية البحر الأحمر بالاسم ده سببها إن اللون الأحمر قديما كان بيشير لاتجاه الجنوب، والأسود كان بيشير لاتجاه الشمال، وبالتالي كان بيطلق على البحر المتوسط اسم بحر الشمال، والبحر الأحمر اسم بحر الجنوب. وده راجع لأن في بعض اللغات الآسيوية كانوا بيستخدموا الألوان في الإشارة للاتجاهات. ومن جانبه المؤرخ اليوناني هيرودوت كان بيستخدم كلمة البحر الأحمر وكلمة بحر الجنوب في كلامه عن البحر الأحمر في نفس المناسبة الواحدة، وبالتالي مرة كان بيقول بحر الجنوب ومرة تانية كان بيقول البحر الأحمر. وعلى ذكر ان البحر الاحمر كان من ضمن اسمائه قديما بحر القلزم، في كتاب اسمه احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم للمقدسي ذكر فيه البحر الاحمر ووصفه باسم بحر القلزم، وقال عنه انه البحر اللي القت فيه ام موسى ابنها لما خافت عليه من فرعون، وقال كمان عنه انه هو البحر اللي عبروه بني اسرائيل مع سيدنا موسى هربا من فرعون. وسبب تسميه البحر الاحمر بالاسم ده بترجع لطحالب تريكوديزيميوم واللي بتنمو فيه، والمعروفه باسم نشاره البحر. والطحالب دي لما بتموت ظهورها بتحول لون البحر من اللون الاخضر المزرق للون البني المحمر. والبحر الاحمر واحد من 4 بحار تم تسميتها بالالوان، زي البحر الاسود والبحر الابيض المتوسط والبحر الاصفر والمعروف ببحر الغرب، واللي بيقع في الاراضي الصينيه وشبه الجزيره الكوريه. ويتميز البحر الاحمر بطبيعته وبيئته، لأنه بيحتوي على 300 نوع من الأسماك، بالإضافة لثرائه بالشعاب المرجانية واختلاف طقسه من الشمال للجنوب. ومياه البحر الأحمر من أدفى البحار، لأن درجة حرارته بتتراوح ما بين 20 و 26 درجة مئوية في الشمال، وما بين 25 و 30 درجة مئوية في الجنوب. ونسبة الملوحة في البحر الأحمر أعلى من المتوسط العالمي بحوالي 4%، وده راجع لارتفاع معدلات التبخر منه وقلة هطول الأمطار عليه.
وعدم وجود روافد نهرية بتصب فيه. ولكن على الرغم من التبخر الكبير في مياه البحر الأحمر إلا أن المحيط الهندي بيزوده بحوالي 10,000 كيلومتر مربع من المياه سنويا. وأول من قام برحلة استكشافية للبحر الأحمر هم قدماء المصريين في سعيهم لإقامة الطرق التجارية لبلاد النفط، وده كان حوالي 2500 قبل الميلاد و1500 قبل الميلاد في عهد الملكة حتشبسوت. وعلى البحر الأحمر بتمتلك السعودية أطول ساحل، ومن بعدها مصر، ومن بعدهم السودان وإريتريا واليمن وجيبوتي. وبالنسبة لفلسطين والأردن شواطئهم قصيرة جدا على البحر الأحمر. والبحر الأحمر بيشتمل على 3 مضايق طبيعية هامة، وأولها مضيق باب المندب، وهو المنفذ الوحيد اللي بيتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وبيربط خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق البحر الأحمر. وتاني المضايق الهامة في البحر الأحمر هو مضيق تيران، وموقعه في شمال البحر الأحمر من الجهة الشرقية، وهو المدخل الرئيسي لخليج العقبة ومدخل ميناء إيلات الإسرائيلي. وثالث المضايق الهامة في البحر الأحمر هو مضيق جوبال، وموقعه في شمال البحر الأحمر من الجهة الغربية، وهو بوابة خليج السويس. ودلوقتي خلينا نستعرض مع بعض أهمية البحر الأحمر التجارية والاقتصادية والجيوستراتيجية والجيولوجية والسياحية، وأخيرا هنستعرض الصبغة العربية للبحر الأحمر. من الناحية التجارية البحر الأحمر بيمر فيه 12% من التجارة العالمية، و40% من التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا. وفي حالة تعطل الملاحة في البحر الأحمر بسبب أي ظرف سواء عند مضيق باب المندب أو قناة السويس، الرحلات البحرية بتتحول لطريق رأس الرجاء الصالح، وده بيؤدي لزيادة مدة الرحلة، وبالتالي زيادة تكاليف النقل والتأمين، بالإضافة لأمر مهم هو تعطل سلاسل الإمداد. ومن الناحية الاقتصادية البحر الأحمر بيشكل أهمية اقتصادية للبلاد اللي بتطل عليه بسبب غناه بثروات قيمة من الموارد المعدنية اللي بتساهم في دعم ونمو اقتصادات الدول المطلة عليه. لأن الدراسات بتشير إلى أن أعماق البحر الأحمر بتحتوي على الرواسب النفطية والرواسب المتبخرة زي الهاليت والسلفيت والجبس والدولميت، بالإضافة للمعادن الثقيلة زي الرصاص والذهب والفضة والزنك والحديد والنحاس، وضيف عليهم الكبريت والفوسفات. وبالنسبة للأهمية الجيوستراتيجية للبحر الأحمر، بيقع البحر الأحمر في قلب العالم، وبيربط بين 3 قارات واللي هم آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبيربط بين المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لاحتوائه على نقاط استراتيجية زي قناة السويس المدخل الشمالي للبحر الأحمر ونقطة التقاء بالبحر المتوسط، ومضيق باب المندب جنوبا واللي بيربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وقناة السويس ومضيق باب المندب ممرين استراتيجيين متلازمين، بمعنى إنه في حال تعطل واحد منهم بيتعطل الآخر بالتبعية، وده زي اللي حاصل حاليا بسبب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر واللي توقفت مع حركة الملاحة كليا في قناة السويس. ونفس الأمر حصل لما تعطلت حركة الملاحة في قناة السويس بعد انحراف سفينة ايفر جرين في قناة السويس لمدة أسبوع تقريبا، واللي معها تعطلت حركة الملاحة في البحر الأحمر بالكامل. وبسبب مضيق باب المندب وقناة السويس البحر الأحمر بيعتبر خط الملاحة الأقصر والأقل تكلفة ما بين شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن أكثر الطرق التجارية حيوية. وبالنسبة لأهمية البحر الأحمر العربية، البحر الأحمر ليه أهمية خاصة للوطن العربي، لأن 90% من سواحله بتقع على أراضي عربية، وبالتالي هو بيربط العالم العربي بين آسيا وأفريقيا، وهو معبر رئيسي لتصدير نفط الخليج للأسواق العالمية. وعلى البحر الأحمر تم إنشاء عدة موانئ واللي بتساهم بدور فعال في النشاط التجاري للدول المتشاطئة مع البحر الأحمر عن طريق نقل موارد الطاقة والمنتجات المعدنية والبضائع بشكل عام، بالإضافة لتقديم خدمات الملاحة للسفن العابرة. ومن أهم الموانئ اللي تم إنشائها على البحر الأحمر ميناء جدة وميناء ينبع في السعودية، ميناء إيلات في إسرائيل، ميناء السويس وميناء سفاجة في مصر، ميناء بورت سودان في السودان، ميناء مصوع وميناء عصف في إريتريا، ميناء العقبة في الأردن، ميناء المخا وميناء الحديدة في اليمن، وأخيرا ميناء جيبوتي في جيبوتي. وبالنسبة لأهمية البحر الأحمر من الناحية السياحية، البحر الأحمر بيوفر جاذبية للسياحة وبتنتشر فيه المنتجات السياحية زي شرم الشيخ والغردقة ودهب ومرسى علم في مصر وإيلات في إسرائيل. والبحر الأحمر في العموم هو من الوجهات العالمية لممارسة نشاطات الغوص والسباحة في مياه الدافئة طوال السنة، بالإضافة لاحتوائه على مواقع كثيرة لحطام السفن اللي غرقت فيه على مدار التاريخ. وبالنسبة لأهمية البحر الأحمر البيولوجية، البحر الأحمر بيحتضن حياة بيولوجية مزدهرة لأنه موطن لأكثر من 1000 نوع من الفقاريات و200 نوع من الشعاب المرجانية وحوالي 1200 نوع من الأسماك. والشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أطول الشعاب المرجانية الحية المستمرة في العالم، واللي بيبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر، وبتتميز بقدرتها العالية على التكيف، وعمرها بيتراوح من 5000 ل 7000 سنة، بالإضافة لاحتواء البحر الأحمر على الأعشاب البحرية وأشجار المنجروف. وبالنسبة للأهمية العسكرية للبحر الأحمر،
ظهرت الأهمية العسكرية للبحر الأحمر في حرب أكتوبر 1973 لأول مرة لما أغلقت مصر واليمن مضيق باب المندب في وجه الملاحة الإسرائيلية. ومن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 قررت أمريكا أنها تأسس قاعدة عسكرية لها في جيبوتي وبالتحديد في سنة 2002 بحجة الانطلاق منها في حربها ضد ما تسميه الإرهاب. بالإضافة لأن قواعد عسكرية أجنبية ثانية تم تأسيسها بعد تصاعد عمليات القرصنة في البحر الأحمر سنة 2008. وبالفعل اتأسست قواعد عسكرية في كل من جيبوتي والصومال وإريتريا واليمن، والقواعد دي تابعة لدول زي أسبانيا واليابان وإيطاليا والصين وتركيا والإمارات وإسرائيل، بالإضافة للقواعد العسكرية اللي كانت موجودة من قبل لأمريكا وفرنسا. وفي فترة الحرب في اليمن في 2014 في عاصفة الحزم الحوثيين صعدوا هجماتهم ضد سفن التحالف العربي في البحر الأحمر. ومؤخرا بعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى الحوثيين أعلنوا في 16 نوفمبر 2023 عن إغلاق مضيق باب المندب في وجه السفن الإسرائيلية. وفي 9 ديسمبر 2023 منعوا مرور جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإسرائيلية، واللي بدوره أدى لتوقف مرور سفن شركات شحن دولية كبرى عبر البحر الأحمر والتفافها حول أفريقيا مرورا بطريق رأس الرجاء الصالح، وده اللي أدى لزيادة وقت الرحلات وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار البضائع وزيادة أسعار النفط والغاز وأقساط التأمين على مخاطر الإبحار وعرقلة الصفقات وعمليات التبادل التجاري. ولحد هنا الحلقة انتهت، أتمنى تكون استفدت بشيء ولو بسيط وألميت بمعلومات كافية عن البحر الأحمر وأهميته بالنسبة للملاحة الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.